فيديو النهارده لذيذ وجميل، هنخلي فيه الزيتون التفاح. هقولك على كل الاسرار والتكات اللي تنجح معاكي الزيتون، هيعيش معاكي شهور وسنه كامله من غير ما يمور ولا يبوظ منك، من غير ما نشققه ولا نفدغه ولا ننقعه. هناكل منه بعد شهر من غير مراره، لونه وطعمه خطير، مقرمش معاكي من اول واحده لاخر واحده. تابعي الفيديو للاخر علشان تاكلي احلى زيتون. يلا نسمي الله ونبدا وصفتنا. اول حاجه هنعملها هنغلي الميه اللي هنملح بيها الزيتون وهنسيبها لما تبرد تماما. تاني حاجه نغسل البرطمانات بتاعتنا ونعقمها بخل او ميه سخنه، هنرجها ونصفيها ونسيبها لما تنشف تماما. الخطوتين دول مهمين جدا. بعد كده هنجهز المكونات بتاعتنا. هنعصر كميه الليمون اللي هنحتاجها بالعصاره، بلاش الخلاط علشان في الخلاط بذر الليمون بيتكسر وبيمرر العصير. بس قبل ما تعصري الليمون لازم تغسليه كويس جدا. لكل كيلو زيتون بياخد ربع كيلو من الليمون. انا هخلي 6 كيلو من الزيتون عصرت كيلو ونص من الليمون. عندي كمان كرفس مقطعاه بالشكل ده، وكمان بشرت 4 جزرات حوالي نص كيلو. عندي كمان 6 فصوص من الثوم مقطعاهم بالشكل ده. عندي كمان نص كوبايه من الزيت، انا استخدمت زيت زيتون، ممكن تستخدمي اي زيت موجود عندك يكون ريحته حلوه. هنحتاج كمان هريسه شطه او نص كيلو من الفلفل الاحمر المفروم في الكبه او الخلاط. الهريسه دي موجوده عندي انا مفرزاها. عندي كمان ملح عادي وكمان خل ابيض. وعندي هنا بقى 6 كيلو من الزيتون التفاحي، ده شكله بيبقى شبه التفاحه، كبير شويه عن شكل الزيتون العزيزي او العجيزي، بيبقى بيضاوي وحبايته صغيره شويه. غسلته كويس قوي وشلت منه اي زيتونه مش حلوه، وكمان اي عنقود بتلاقيه على الزيتونه. لما تيجي تشتري الزيتونه هاتي الزيتونه اللي لونها اخضر فاتح، وكمان ما يكونش فيها بقع سودا او زيتونه مبقعه احمر او بنفسجي. هاتي الزيتون اللي يكون لونه موحد. هخلي الزيتون صحيح، مش هشققه ولا هفدغه ولا هنقعه. هيجيب معاكي في التخليل شهر واحد وهيكون استوى ومقرمش ومن غير مراره. هضيف نص كوبايه الزيت بيدي لمعه حلوه للزيتون. هضيف الجزر والكرفس وكمان الثوم وهريسه الشطه او الفلفل المفروم. هضيف بمقدار 8 او 9 معالق كبار من الفلفل، بيدي لون حلو وطعم مميز للزيتون. هقلب الخلطه الحلوه دي كلها كده مع بعضها، بس للاسف الطبق طلع صغير، هنقله في حاجه اكبر علشان اعرف اقلبه. خلاص قلبت الزيتون وبقى تمام. هجيب البرطمان بتاعي المعقم هملاه بالزيتون بالشكل ده. لو حابه تضيفي فلفل احمر او اخضر صحيح حطي، انا عندي كام واحده هوزعهم بالشكل ده على البطرمانات كلها. ممكن تقطعيه او تحطيه صحيح بالشكل ده. نضغط على الزيتون بايدينا ونهز البرطمان، نكبسه كده فوق بعضه علشان الهواء يخرج منه، وما تمليش البرطمان للاخر. اعملي حساب ان لسه هنضيف قشر الليمون علشان يحفظه، فسيبي مسافه فاضيه صغيره من فوق. خلاص عبيت اول برطمان بالشكل الجميل ده. هكمل بقيه البرطمانات بنفس الطريقه. خلاص كده 6 كيلو زيتون عملوا لي 4 برطمانات كبار حلوين. بمنديل بقى وامسح البرطمانات بتاعتي بالشكل ده. هضيف على الليمون المعصور معلقتين كبار من الخل. هوزع الليمون على البرطمانات. البرطمان الكبير هضيف له شويه كتار، والصغير هحط له شويه صغيرين. نعمل بقى المحلول الملحي، وده اهم حاجه في الزيتون. عندي 2.5 لتر من الميه، طبعا الميه المغليه ومبردينها. حوالي 5 كوبايات بالمج العادي اللي موجود في كل بيت، يعني 2.5 لتر حوالي 12.5 كوبايه من الميه. لكل كوبايه ميه معلقتين كبار من الملح، يعني هحط 25 معلقه ملح كبيره. ما تخافيش من الملح الكتير، ده بيحافظ على الزيتون. لو الملح قليل هيطري الزيتون ويبوظ معاكي خالص وهيبوظ معاكي خالص. هضيف كمان 2.5 معلقة كبار من السكر. لكل لتر من الميه معلقه سكر واحده. السكر هنا بيخلي الزيتون مقرمش من اول واحده لاخر واحده. هضيف كمان 2 معلقة كبار من هريسه الشطه. هقلب لغايه لما السكر والملح يدوبوا كويس قوي. تعالوا بقى نحط المحلول الملح على الزيتون، بس الاول نحط ورقتين من ورق اللورة على كل برطمان بالشكل ده. بعد كده هنزل بالمحلول. مش هامله البطرمان للاخر قوي، علشان بعد مرور 3-4 ايام على تخليل الزيتون بيجيله حاله فوران من الملح والخل والليمون والسكر اللي احنا حطيناهم، فالميه بتزيد وبتدلق. فاحنا بنقلل الميه علشان نتفادى ده، والفوران ده حاجه عاديه خالص. علشان كده لازم تحطي البرطمان بتاعك على صينيه علشان الميه اللي هتنزل منه ما تبهدلكيش الرخامه. تمام. هجيب قشر الليمون بتاعنا وهضيفه على الوش كده زي ما انتوا شايفين، وده بيكون زي طبقة عزل للزيتون علشان لو في اي عفونة لا قدر الله تبقى على الليمون ما توصلش للزيتون. لكن ان شاء الله الزيتون وقشر الليمون بتاعنا هيكون زي الفل، وهتاكلي منه زي الزيتون بالظبط. وعن تجربة قشر الليمون والزيتون في التخليل بيبقوا تحفة.
حط كمان شويه من الزيت حلوين كده على وش البرطمانات علشان تحفظه ويمنع دخول اي هواء. هجيب كيس تلاجة وهتنيه واحطه على البرطمان بالشكل ده وهقفل عليه كويس، وهقلب البرطمان علشان الليمون والخل يختلطوا بالمحلول ما يبقوش مركزين تحت في قاع البرطمان. وهجيب البرطمانات بتاعتي واحطهم على صينيه. شايفين الزيتون بتاعنا وجماله؟ حاجه كده تحفه. اهم حاجة بعد التمليح انك تتابعي الزيتون بعد 10 ايام من التمليح، افتحي عليه ودوقي المية. لو لقيتي نسبة الملح فيها قلت زودي ملح، يكون الملح اكتر من المظبوط في المية. فضي المية في حاجة وزودي ملح، وارجعي تاني فضيها في البرطمانات وحطي الليمون او قشر الليمون وزودي شوية من الزيت. وما تخافيش مش هيبوظ ولا هيجراله اي حاجة، واقفلي عليه تاني. كرري العملية دي 3 مرات كل 10 ايام لغاية لما تبتدي تاكلي منه. بنعمل كده ليه؟ علشان الزيتون كل ما المرارة بتاعته بتقل بيكون امتص نسبة ملح كبيرة من المية، واحنا عاوزين المية تفضل محتفظة بنسبة الملح العالية فيها، لان لو نسبة الملح قلت وسبناها الزيتون هيطري ويبوظ منك. متابعة الزيتون حاجة مهمة جدا. الزيتون بتاعنا بعد ما مر عليه شهر بالظبط، انا كنت مخليلاه من شهر بس اتأخرت في تنزيل الفيديو. نشوفه كده مع بعض. شايفين لونه اتغير بقى اصفر جميل. نفتح عليه ونشوفه من جوه. بصوا الغطا نظيف ووش المخلل ما فيهوش عفونه ولا اي حاجه وحشه ولا غلطه، ما شاء الله عليه. نطلع كده منه. بصوا قشر الليمون شكله نظيف متخلل، طعمه روعه، والله طعمه روعه يا بنات. وادي ورق اللورا اللي احنا كنا حاطينه، وادي الزيتون. بسم الله ما شاء الله. الزيتونه مقرمشه جامده ما فيهاش مراره خالص، ملحه مظبوط، طعمه رهيب، حاجه كده خيال في منتهى الطعامه والجمال. هتاخدي منه بمعلقه ناشفه، واللي يفضل منك حطيه في التلاجة ما ترجعوش تاني في البرطمان علشان ما يعملش ريم على الزيتون. اعمليه بطريقتي وقولي لي رايك ايه، وما تنسيش اللايك والشير.